عمرك حسيت بالذنب لمجرد بس انك انت محتاج تاخد مساحة صغيرة لنفسك من غير ما تشيل هم زعل اهلك؟ الاحساس ده مش معناه انك ابن عاق، معناه حاجة تانية خالص. بص يا سيدي، عاوز اقولك على حاجة في اول دقيقة في جلستنا وعاوزك تسمعها وتصدقها كويس. انت مش ابن عاق ولا انت بنت عاق. انا فاهم شعورك ومقدره وعارف كويس الاحساس اللي جواك اللي جابك تدور على الفيديو ده. التليفون يرن، تبص على الشاشة تلاقي مكتوب ماما او بابا على حسب ما انت مسجله، وساعتها تحس ان قلبك وقع او اتقبض كده حتى قبل ما ايدك ترد. ده مش معناه انك انت بتكرههم، لا خالص، بالعكس انت بجد بتحبهم بحب كبير قوي من قلبك، لكن ده معناه ان في حتة جواك تعبت خلاص، جابت اخرها، ما بقتش قادره تشيل اكتر من كده. والنهارده في جلستنا انا مش جاي خالص اقول لك بقى اقطع علاقتك باهلك او سيبك من العيله دي وشوف نفسك يا ابني، لا، الكلام الفاضي ده مش بتاعنا خالص ومش هتسمعه هنا ابدا. انا جاي اقول لك حاجه تانية خالص محدش بيقعد معاك ويكلمك فيها، جاي اقول لك الصح، اصل المشكله وحلها، وهو ان الاحساس بالذنب اللي بيخنقك كل مره بتحاول تاخد فيها مساحه صغيره لنفسك تتنفس فيها وتكون فيها نفسك وتحط حدود لنفسك، أو الإحساس ده تحديدا هو المفتاح اللي هيحل لك كل حاجة، بس مش بالطريقة اللي انت فاكرها أو اللي اتربيت عليها. لحد آخر جلستنا النهاردة هتعرف ساعتها وهتتأكد إن الإحساس بالذنب ده عمره ما كان بيقولك إنك انت بتعمل حاجة غلط، ده كان طول الوقت بيحاول يوصل لك رسالة تانية خالص، رسالة بجد لو فهمتها صح هتوفر عليك كتير، وكمان هتغير علاقاتك بأقرب الناس ليك، والأهم من ده كله إن هي هتغير علاقتك أنت بنفسك. فيلا بينا نبتدي جلستنا عشان بجد الموضوع يستاهل. طمنا عليك يا سيدي وعلى صحتك النفسيه. تعالوا اقعد كده بقى جنب صاحبك الثيرابي، علشان جايين نتكلم النهارده في حاجه بتوجع ناس كتيره قوي مننا ومحدش راضي يتكلم عنها. تعالى يا سيدي نجيب الحكايه من الاول خالص. انت من النوع اللي لما اهلك يطلب منك اي حاجه على طول الكلمه اللي بتطلع تلقائيا ايه؟ حاضر، حتى من غير ما تفكر ثانيه واحده. ده بيحصلك حتى لو في صوت جواك بيصرخ وبيقول لك لا انا تعبان مش قادر دلوقتي، او لما تيجي تقفل المكالمه من هنا تحس ان في حاجه كبست كده على نفسك فجاه، حاجه انت مش عارف تفسرها، حاجه كده عامله زي الغصه او خنقه ملهاش اسم واضح. واول لما تفكر، مجرد بس لما تفكر انك انت تقول لا مره واحده بس في حياتك، او تطلب انك انت تاخد مساحه صغيره لنفسك تكون فيها نفسك، تلاقي جواك اصوات تعلى وتبتدي تجلدك. وانا كده هبقى ابن عق، اكيد هيزعلوا مني وهياخدوا على خاطرهم، دول كبروني وتعبوا عليا سنين، اجي انا دلوقتي اقول لهم لا فتسكت وترجع تاني تقول حاضر، وتيجي بعدها بالليل قبل ما تنام وتترمى على السرير وتفضل باصص للسقف، انت زعلان قوي من نفسك وانت مش فاهم انت زعلان كده ليه. لا، واللي بيوجع بجد بقى في اللفه دي كلها انك انت ما بتكونش قادر تفهم نفسك. ازاي ممكن تكون بتحبهم كل الحب ده كله وفي نفس اللحظه بالظبط تحس انك انت مخنوق وعايز تهرب في اي حته عشان تلاقي مساحه تتنفس فيها؟ طيب هقول لك على حاجه يا سيدي، ويا ريت بجد تسمعها بقلبك وتصدقها. انك تحب اهلك وفي نفس الوقت انك انت تكون محتاج مساحه لنفسك، ده مش تناقض خالص، ولا ده نكران جميل منك على اللي هم اهلك عملوه معاك ده كله، ولا قله اصل منك، وده مش عيب فيك اصلا ومش انانيه، ولا هو علامه انك انت بقيت شخص وحش. دي تركيبه انسان سوي. والله يا سيدي زي ما سمعت كده، ده بالظبط تركيبه انسان سوي قلبه كبير، بس اتعلم وهو طفل صغير ان مفيش مكان في الحسبه دي كلها لاحتياجاته هو. وخليني اقول لك يا سيدي ان دكتور يونج، الراجل اللي فضل طول عمره يدرس النقطه دي بالظبط، راجل كتر الف خير وطلع لنا حاجه في علم النفس سماها المخططات. يعني ايه؟ يعني ببساطه جدا دي افكار معينه اتعلمناها واحنا اطفال صغيرين، اتزرعت جوه عقولنا وتفضل مكمله معانا طول عمرنا، بتفضل متحكمه في افكارنا، متحكمه في مشاعرنا، متحكمه في تصرفاتنا، حرفيا بتفضل متحكمه فينا طول عمرنا من غير ما نحس انها موجوده اصلا. بنفضل مقتنعين ان دي شخصيتنا، ان احنا اصلا كده. او في المخططات اللي انا لسه قايل لك عليها دي
في نمطين بيوصفوا حالتك بالملي. النمط الاول هو انك تلغي تماما احتياجاتك ورغبتك وتكتمها وما تعبرش عنها عشان بس محدش يزعل منك. اما النمط التاني هو انك انت تفضل طول عمرك تنفذ وتلبي كل احتياجات الناس اللي حواليك، تنسى خالص انك انت انسان زيك زيهم، ليك برضو احتياجات. اكيد طبعا انت شفت نفسك في النمطين دول. انا عاوزك تطمن خالص يا سيدي، عشان انت مش لوحدك ابدا في الاحساس ده. طيب يا سيدي، تعالى بقى نفهم واحده واحده كده مع بعض ازاي الافكار دي اتزرعت فيك وانت طفل صغير وجت منين الاول، لانك اول لما تفهم اصلها وفصلها ده هيسهل عليك كتير قوي انك انت تتعافى وتطلع نفسك من الافكار والانماط دي. السؤال المهم دلوقتي يا سيدي، والسؤال اللي هيفك العقده دي كلها، انت ليه بقيت كده اصلا؟ هنرجع بالزمن ورا شويه وانت طفل صغير، مخك وجهازك العصبي كانوا شغالين ليل نهار على حاجه واحده بس، حاجه اهم بكتير قوي من الاكل والشرب، الا وهو يا سيدي الامان. الامان بالنسبه لنا واحنا اطفال صغيرين معناه حاجه واحده بس، ان الناس الكبيره اللي حوالينا اللي حياتنا بتكون متعلقه بيهم، بابا ماما قرايبنا القريبين مننا، يكونوا راضيين عنا مبسوطين مننا. فتخيل معايا كده الطفل الصغير ده لما جه يعبر عن احتياجاته او يقول لا مش عاوز او يرفض حاجه، لقى ان ده بيزعلهم او بيعمل توتر ومشاكل في البيت او بيخلي حد يبص له بصه وحشه، يكون غضبان منه متضايق منه. فعلى طول يجي جهازك العصبي اللي كل وظيفته في الدنيا ان هو يحميك ويخليك عايش، على طول اخذ المعلومه دي وكتبها بخط عريض وخزنها جوه اعمق درج جواك في عقلك. لما اقول لا بيحصل خطر، لما اطلب حاجه لنفسي الناس بتبعد عني، الناس بتزعل مني، يبقى الامان ان انا الغي نفسي خالص وامشي ورا احتياجاتهم وامشي ورا اللي هم عاوزينه. المعلومه دي يا سيدي هي مش حاجه قديمه وعدت وانت طفل صغير وخلاص، لا دي لسه شغاله فيك لحد النهارده، لحد اللحظه اللي احنا قاعدين نتكلم فيها سوا مع بعض. انت دلوقتي كبرت، بقى من حقك تماما ان يكون ليك راي، ان يكون ليك حدود، ان يكون ليك حياتك الخاصه بيك. بس جهازك العصبي المسكين لسه فاكر ان الطفل الصغير محتاج رضا كل الناس اللي حواليه عشان يقدر يعيش، لسه شغال بنفس البرنامج القديم اللي انت اتبرمجت عليه وانت طفل صغير. وعلشان كده بالظبط اول لما تحاول انك انت تحط حدود لاي حد، او مجرد انك انت تقول انا مش هقدر ان انا اعدي عليكم النهارده، انا مش هقدر اعمل الحاجه دي، انا ما عنديش طاقه ان انا اعمل كده، او ان انا مش فاضي دلوقتي، او حتى تقول كلمه بس من حرفين لا او ترفض حاجه، فيدق جواك جرس انذار قديم جدا صوته عالي وبيوجع. الجرس ده هو ده بالظبط الاحساس اللي احنا بنسميه الذنب. ركز بقى معايا بقى في النقطه دي كويس قوي، عشان هو ده المفتاح اللي وعدتك بيه في اول جلستنا اللي هيحل لك مشكلتك. الذنب اللي بتحسه لما تقول لا لاهلك ده مش معناه خالص انك انت عملت حاجه غلط، ده دليل انك انت اتعلمت من بدري وانت صغير وما كنتش تعرف ان احتياجك انت هو اللي غلط. وفي فرق كبير جدا جدا ما بين الاتنين، فرق حقيقي ممكن يغير حياتك لو فهمت ولقيت نفسك انك انت دلوقتي بتقول من جواك طب انا فعلا بحس ان انا انسان وحش وانا برفض، هل ده كل وهم وانا بمثله على نفسي؟ لا يا سيدي، واسمعني كويس، احساسك ده حقيقي 100%، مش وهم ولا تمثيل، انت فعلا بتتوجع وانا بجد مصدقك وحاسس بيك. بس مصدر ودليل الوجع ده مش انك انت انسان وحش خالص ابدا، مصدره انذار قديم اتبرمج جواك بالغلط وانت ما كنتش طرف خالص في انك انت تبرمجه. واحنا النهارده في جلستنا على فكره جايين نعدل الانذار ده ونصلحه ونطمنه سوا. بس احنا لغايه دلوقتي فهمنا الاول يا سيدي ليه الاحساس ده بيجي لك اصلا، بس ناقص كلمه واحده، كلمه كلنا بنخاف منها وقلبنا بيتوجع مجرد بس لما بنسمعها، ولازم نواجهها سوا مع بعض دلوقتي. والكلمة دي كلمة حدود. وطبعا أول لما بتيجي في دماغ ناس كتيرة مننا بتفهمها غلط على طول، على إنها بقى قطيعة أو زعل أو خصام أو بعد، أو إنك أنت تقلب على أهلك فجأة وتقول لهم كده أوف خلاص بقى سيبوني في حالي. وده يا سيدي أكبر سوء فهم ممكن نقع فيه في القصة دي كلها، وده بالظبط اللي بيخلي ناس كتيرة تفضل حاسة بالذنب وتعذب نفسها وهي ساكته عشان خايفه تعمل حاجه هي اصلا فهمها غلط. وده اللي هيخليني اسالك سؤال بيني وبينك كده وبجد عاوزك تفكر فيه قبل ما ترد. عمرك لاحظت ان اكتر واحد دايما بيلغي نفسه طول الوقت وبيلغي احتياجاته ودايما حاطط احتياجاته اخر حاجه ومش بيعبر عنها عشان ما حدش يزعل وعشان الناس تتقبله والناس ما تبعدش عنه، هو نفس الشخص اللي بينفجر فجاه كده
في يوم من الايام في وش الكل هو اللي تلاقيه فجأة كده ابتدى يبعد ويبني حيطة جواه من غير اي مقدمات. خليك فاكر بس لمدة ثواني السؤال ده كويس، لان هنا بالظبط السر. الانسان اللي دايما طول الوقت بيفضل يلغي نفسه وينسى احتياجاته ويدوس على نفسه عشان يرضي كل اللي حواليه، عشان محدش يزعل منه محدش يبعد عنه، بيتراكم جواه غضب ومرارة كده وزعل مكتوم. على فكرة ما بيكونش واخد باله خالص، وهو في الحقيقة بيفضل يكتم جواه لحد ما هيجي وقت ينفجر ومش هيقدر يسيطر على نفسه. المرارة والغضب يا سيدي اللي بتفضل متراكمة جواه ده عمرها ما بتفضل ساكتة ابدا، مستحيل. لازم يجي يوم من الايام وتطلع باي طريقة، يا تنفجر في يوم من الايام على حاجة صغيرة تافهة ما كانش ليها لازمة، كل رد الفعل ده كله تقلب بمشكلة كبيرة ليه، يا بتخليك تبعد خالص وتعمل مسافة جوه قلبك ومن غير ما حتى اللي حواليك ياخدوا بالك انك انت بعيد. الكلام ده كله معناه يا سيدي ان الغاء احتياجاتك والغاء رغباتك هو اللي بيوصلك للبعد والقطيعة، هو اللي بيوصلك انك انت مرة واحدة تنفجر في وش كل اللي حواليك، مش الحدود نفسها زي ما ناس كتيرة قوي فاكرة. اللي بيبعدك انك تفضل تلغي نفسك وتنسى احتياجاتك لحد ما تنفجر وتنطفي. دلوقتي بس بعد ما فهمنا ده كله نقدر نشوف الحد الصحي على حقيقته. مش معناه انك انت تقاطع اهلك او انك انت مش ما تراضيهمش، مش معناه انك انت تكسر الدنيا وتغضب عليهم، لا. الحد الصحي هو المسافة اللي بتخليك تفضل قريب من اهلك من غير بقى ما تتاكل من جوه او يحصل لك احتراق نفسي. هو اللي بيحمي الحب نفسه من ان هو يتحول مع الوقت لمرارة او زهق او غضب. وهنا بقى محتاج اقف وقفة معاك مهم قوي ليا وليك. خليني اقول لك بصراحة جدا انك انت تحب اهلك وانك انت تراعيهم وتفضل طول الوقت تراضيهم وتقف جنبهم وتسندهم وتعمل كل اللي هم عاوزينه وتفضل تحت طوعهم دايما حتى لو هم عملوا معاك ايه. ده مش مرض ولا هو التعلق غير صحي زي ما بنسمع كتير قوي. ده اول حاجة انت كده بتطيع ربنا، وهو ده طاعة الوالدين وإرضاء الوالدين زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا. وغير كده إن ده جمال فيك وأصل طيب جواك، خليه يكبر كمان. المشكلة مش إنك تهتم بيهم، ولا المشكلة عمرها ما كانت في القرب. المشكلة بس إنك أنت لما تختفي خالص من المعادلة. المشكلة بس لما تفضل أنت آخر واحد في القايمة، آخر واحد في اهتماماتهم. المشكلة بس لما يبقى رضاهم عنك هو الشرط الوحيد عشان تحس انك انسان كويس. وخلينا اطمنك على حاجة انا عارف كويس قوي ان قلبك تعبان منها ومخضوض، انك تقول لا لطلب معين وانت لسه بتحبهم وبتقدرهم وبتراضيهم دايما طول الوقت. ده مش عقوق ابدا، العقوق حاجة تانية خالص. العقوق هو الاذى، هو الاهانة، هو انك انت تكسر بقلب اللي رباك واللي تعبوا علشانك. العقوق هو انك انت تنكر فضلهم عليك. انما انك انت تكون ابن محب ومحترم وموجود وليك في نفس الوقت مساحة وحدود انك انت تكون نفسك، حدود بتحميك عشان تفضل بجد موجود. ده مش عقوق ابدا يا سيدي، ده نضج. انت تقدر على فكرة تفضل بار باهلك زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرنا، وفي نفس الوقت تكون موجود لنفسك. الاتنين ينفع جدا على فكرة يكون موجودين مع بعض، وهو ده الصح. طيب يا سيدي احنا دلوقتي فهمنا ان الحد الصحي مش قطيعة ولا انك انت تكسر رضا ابوك وامك عليك، لا، هو اللي بيحمي الحب والقرب واللي بيحمي في نفس الوقت نفسك. بس فاضل سؤال واحد هو اللي شاغلك دلوقتي من اول جلستنا، الاحساس بالذنب اللي احنا قلنا عليه ان هو المفتاح اللي هيحل لك مشكلتك. اعمل بيه ايه لما يجي يخبط على بابي وانا بحط حدود لنفسي؟ هو احنا جينا بقى كده لاهم حاجة في جلستنا. تعالى ناخد نفس مع بعض كده. الاول نفس عميق، يلا معايا، وطلع على مهلك. كل مرة حاولت انك انت تحط فيها حدود في علاقاتك، فالاحساس بالذنب اللي كان بيجي لك ساعتها اللي انت كنت بتفهمه على انك انت بتعمل حاجة غلط، فكنت بترجع لورا وتتراجع وتقول لنفسك خلاص يمكن انا اللي غلطان. طب ايه رأيك لو الذنب ده طلع معناه حاجة تانية خالص؟ لو طلع مش علامة انك انت بتعمل حاجة غلط، لا، انما طلع علامة انك انت بتعمل حاجة جديدة اول مرة تعملها في حياتك كلها. فاكر جهازك العصبي اللي احنا كنا لسه متكلمين عنه، فضل التعود سنين طويلة وانت في طفولتك انك انت تلغي نفسك وتنسى احتياجاتك. لما انت تيجي دلوقتي فجأة تعمل عكس ده، تفتكر هيعمل ايه؟ اكيد هيتلخبط، هيستغرب، هيحس ان في حاجة مش مظبوطة كده. طبعا هيبتدي ان هو يبعت لك اشارة ازعاج عشان يرجعك للحاجة اللي انت اتربيت عليها وانت صغير، للحاجة اللي انت اتعودت عليها في تربيتك وانت طفل صغير، يرجعك للي هو متعود عليه والمألوف عليه بالنسبة لك. اهو الاشارة دي يا سيدي هو اللي بنسميها بالظبط
احساس بالذنب. ده بس لانك بتكسر عاده قديمه جدا اتعودت عليها وتربيت عليها وكبرت بيها من وانت طفل. فمعنى احساسك هنا بالذنب مش معناه انك انت بتعمل حاجه غلط، ده وجع النمو. عارف انت الشعور الجامد ده لما بتنزل الجيم وتتمرن جامد، تيجي تصحى تاني يوم تحس العضله بوجوع، احساس جامد بجد ما حدش يفهم اول الاحساس ده غير اللي مجرب يعني. اهو الوجع ده مش معناه خالص انك انت بتاذي العضله اللي انت بتتمرن عليها، بالعكس تمام، وجعها معناها انها بتشتغل وبتكبر وبتنمو ولاول مره من زمان. وانا سامعك دلوقتي يا سيدي وانت عمال تقول لي في سرك ايه، طب والله الكلام جميل قوي يا عم عمر وريحني بجد، بس في مشكله ان انا لما باجي اعبر عن رايي او اقول احتياجات الاهلي او احط حدود، بحس ان انا ما بعرفش اتكلم، ما بعرفش اقول ايه، انا ما بعرفش اطلع كلمه من بقي، اعمل ايه بقى ساعتها؟ وانا مبسوط منك قوي قوي يا سيدي على ان السؤال ده جه في بالك. عارف ليه؟ لانك انت دلوقتي اثبتت لي انك انت مش داخل الفيديو تسمع كلمتين يعني تحفيز او تسمع كلمتين حلوين كده يريحوك وتقفل الفيديو وبعدها ترجع برضه لنفس دوامه الوجع. انت بتدور على الحل، بتدور على حاجه تمسكها في ايدك تطبقها من بكره، وده بالظبط هو اللي انا محضره لك دلوقتي. خد بالك انا مختلف، مش من الناس اللي بتقعد تكبر لك المشكله وتقعد تهول لك في المشكله، اما تيجي عند الحل تقول لك كلمتين حب نفسك حط حدود وبعد كده تسيبك تايه. لا انا مش كده خالص. النهارده في جلستنا هقول لك على حاجات عمليه، جمل تقولها بالظبط تكون مجهزه وعارف انت هترد بايه، وخطوات نفسيه عمليه تقدر تنفذها من النهارده بعد ما نخلص جلستنا. فعلشان كده هقسمهم لك لثلاث ادوات، الاولى تخص ايه الكلام اللي انت هتقوله ليه، والثانيه تخص الاحساس اللي هيجي لك ساعتها ازاي تتصرف معاه، ازاي تتعامل معاه، والثالثه بقى بينك وبين نفسك وهي اخفهم لكن اقوى اداه نفسيه فيها. يلا بينا يا سيدي نبتدي باول اداه نفسيه، ازاي تقول لا وتحط حدود في علاقاتك وفي نفس الوقت تكون بحب ومن غير ما تحس انك انت بتجرح حد او من غير ما تحس بالذنب. السر كله متلخص في كلمه واحده هقولها لك دلوقتي، ما تفصلش حبك عن حدودك، حطهم الاثنين مع بعض في جمله واحده وبنفس واحد. يعني يا سيدي بدل ما تقول لهم، يعني يا سيدي بدل ما تقول لاهلك انتوا دايما بتتدخلوا في حياتي، انتوا مش سايبيني في حالي، انتوا ما اعرفش ايه، بانفعال كده وبزهق، لا قولها بالطريقه دي، انا بجد مقدر جدا رايكم ومقدر خوفكم عليا وقد ايه ان انتوا بتحبوني، بس القرار ده تحديدا انا محتاج اخده بنفسي، محتاج ان انا اكون قد مسؤوليته واتحمل واشيل نتيجته لوحدي. شايف الفرق؟ انت الجمله الاولى بتهاجم وكمان هتفتح مشكله كبيرة جدا ومش هتخلص، اما التانية بتقرب وبتتودد ليهم وبتطمنهم وفي نفس الوقت بتحط حدودك وبتعبر عن احتياجاتك وعن رأيك. خليني برضو اديك مثال تاني في حياتك اليومية، يعني بدل ما تختفي بالاسبوع وتقفل تليفونك وتسيبهم قلقانين عليك وتسيبهم عمالين طب مش عارفين يناموا ومش من كتر ان هم مش مطمنين عليك لمجرد بس انك انت مش عارف ترد عليهم او مش عارف تعبر عن احتياجاتك او مكسوف انك انت ترفض لهم طلب، لهم ببساطة انا بجد بحبكم بس الحاجه دي بالذات انا مش هقدر اعملها المره دي، بس انا طبعا موجود ولو احتجتوا اي حاجه انا طبعا تحت امركم يا امي ويا ابويا. شفت؟ حب وحدود في نفس الجمله وبنفس النفس، انت كده ولا لغيت حبك ليهم ولا لغيت رضاهم عنك وفي نفس الوقت ما لغيتش نفسك وما نسيتش احتياجاتك وعبرت عن رايك، الاتنين موجودين في نفس الجمله. وده على فكره يا سيدي مش تناقض خالص زي ما ناس كتيره فاكره معتقده، ده اعلى درجات النضج، ده انضج شكل للحب وللود وللتقرب. تاني اداه نفسيه الرساله اللي هتبعتها لجهازك العصبي ساعتها. الاداه الاولى كانت انك انت ازاي تتعامل معاهم وتقول لهم ايه وتفهم انك انت ينفع في نفس الوقت تحط حدود لكن بحب. اما الاداه دي بقى ليك انت للحظه اللي هتيجي بعدها، لحظه احساسك بالذنب، لانك اول لما تقول لا او تحط حدود هيجي لك احساس الذنب هيخنقك. ما تستغربش خالص وتطمن جدا على الاخر لان هو ده الطبيعي قوي وهو ده كمان المتوقع. جهازك العصبي هيبدا ان هو يعلي صوته او في اللحظه دي بالظبط ما تجريش منه، ما تهربش وكمان ما ترجعش في كلامك، اقف خد نفس عميق وقول لنفسك الجمله الواحده دي بس. الاحساس ده مش معناه خالص ان انا غلطان او ان انا عملت حاجه غلط، الاحساس ده معناه ان جهازي العصبي لسه بيتعلم ان انا من حقي يكون ليا مساحه، لسه بيتعلم ان انا من حقي ان انا ليا احتياجات وليا حريه ان انا اعبر عن رايي واعبر عن احتياجاتي وان انا ما الغيش نفسي. او اللي انت هتعمله ده اكنك بالظبط بتبعت رساله لجهازك العصبي تطمنه، اكنك بتقول له بالظبط اطمن يا صاحبي احنا مش بنعمل اي حاجه غلط،
احنا مش في خطر، احنا بس بنكبر وانا معاك. وكل مره هتعمل كده اشاره الخطر واحساسك بالذنب هتبتدي ان هي تخف شويه بشويه، لحد ما هيجي اليوم اللي انت هتقول فيه لا، مش هتحس باي حاجه غير بالراحه. فانا عاوزك ان احنا نعمل مع بعض اتفاق حقيقي، ناخد مع بعض النهارده في جلستنا عهد بيني وبينك بجد. عاوزك طول الاسبوع اللي جاي ما تعملش اي حاجه، ما تغيرش اي حاجه، ما تقولش لا وما تحطش اي حدود، بس عايزك تلاحظ. ايوه زي ما سمعت، هو ده بس اللي انا عاوزك تعمله، انك انت تلاحظ تصرفاتك وردود افعالك. كل مره تعمل فيها حاجه انت مش قادر تعملها، او تقول لحاضر على حاجه وانت من جواك صوت بيصرخ يقول لك لا، عاوزك تسجل الموقف، عاوزك تسجل اللحظه دي، سجلها في ورقه صغيره او سجلها في فويس على النوت على التليفون. عد كام مره في اليوم بتلغي فيها نفسك وبتنسى احتياجاتك من غير ما تاخد بالك حتى. انا مش بطلب منك انك انت تتغير دلوقتي خالص، وانا عارف ان ده صعب، لكن صدقني الوعي بيجي دايما الاول، لكن التغيير بياخد شويه وقت، بيجي بعده واحده واحده من غير ما تضغط على نفسك ومن غير ما تزن على نفسك. اتفقنا يا سيدي؟ اتفقنا يا عمر. ما تستعجلش خالص على نفسك، ما تنساش انك انت قعدت سنين طويله وانت طفل صغير متربى على النمط ده، متربى على الافكار دي، متربى على الحاجات دي، فطبيعي انك انت مش مستحيل تيجي تغيرها في يوم وليله، لا دي رحله، يعني هتاخد شويه وقت معاك عقبال ما تتغير. بس خلينا دلوقتي يا سيدي نرجع بقى لاول قعدتنا خالص في جلستنا. فاكر الاحساس اللي احنا كنا اتكلمنا عليه من الاول؟ التليفون بيرن، اسم ماما او اسم الحاج على تليفونك يعني، وقلبك يقع قبل ما ترد. فاكر ساعتها لما قلت لك ان احساسك بالذنب اللي بيجي لك ده هو المفتاح اللي هيحل لك مشكلتك؟ اهو انت دلوقتي عرفت الرساله الحقيقيه اللي انا كنت عاوز اقولها لك. احساسك بالذنب ده عمره ما كان بيقولك انك انت ابن عاق او بنت عاقه، ده كان بيحاول يقولك حاجه تانية خالص. انت بس اتعلمت بدري وانت طفل صغير انك تحب وانك انت ترضي بالزياده كل اللي حواليك من غير ما يكون لك حدود تحميك، لكن دلوقتي بس انت اتعلمت انك انت تحب، لكن في نفس الوقت من غير ما تلغي نفسك، من غير ما تنسى احتياجاتك، من غير ما تختفي. وانك تحط حد مش معناه خالص انك انت كده هتكرههم، لا بالعكس تماما. ده انت لما تلاقي مساحتك الخاصه وتتنفس وتعبر عن رايك وتعبر عن احتياجاتك، ساعتها حبك ليهم هيزيد اكتر بكتير، وبشكل صافي من غير بقى مراره مستخبيه او زعل وغضب مكتوم جواك، ولا انفجارات فجاه تندم عليها بعدين. لان في الاخر الحب والود والتقرب طالع من إنسان مرتاح ومتصالح مع نفسه، دي حاجة تانية خالص غير الحب اللي بيكون طالع من إنسان بيلغي نفسه كل يوم وهو بيعافر. وقبل ما نقفل جلستنا يا سيدي، أكيد وانت بتسمع الفيديو ده في حاجة اتحركت جواك، حسيت بحاجة، وفي نفس الوقت فيه شخص بعينه جه في بالك وانت بتتفرج على الفيديو، حد كده انت عارفه، انت حاسس وعارف ان هو بيختفي وسط الناس اللي هو بيحبهم، بينسى احتياجاته وبيلغى نفسه كل يوم في سكوت. ابعتهوله واعمل شير، يمكن بجد ده يكون هو طوق النجاة اللي كان محتاجه النهارده ومش لاقيه. واهم حاجة طبعا يا سيدي تشاركني تجربتك في الكومنتات، انا بقرأ كومنت وهقرأ تجربتك، وخد خطوة واحدة بس عملية تعملها النهارده في رحلتك في التعافي، حتى لو كانت مجرد انك انت بس تلاحظ زي ما اتفقنا من شويه. هتوحشني بجد يا سيدي، وبجد انا محتاج ان انا اشوفك في اقرب وقت تاني. معاك الثيرابي عمر، ومسؤوليتي انك انت تبقى احسن نفسيا، وافتكر دايما ان الثيرابي موجود هنا علشانك. سلام يا سيدي.